السلام عليكم يا بنات، ازيكم عاملين ايه؟ بالله عليكم بقى ما تتفرجوش على الفيديو من بره وما تشوفوش من بره. خشي جوه اتفرجي على الفيديو من اوله لاخره، واتفرجي على الاعلانات واتفرجي على كل حاجه، واكتبي تعليق حلو كده لعله هو اللي فيه الخير وفيه البهاريز وفيه الافاده كلها. اكتبي اي تعليق، تمام؟ خلوا الفيديو بس يترفع عشان دي مشكله غريبه وبتحصل كتيره قوي 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 عند بنات كتيره، ومش اول مره اسمعها. عايزه اقول لكم ان الموضوع ده موضوع مهم كده. البنوته تمام هي متابعاني من فتره، وان هي كانت فرحانه وكان جاي لها عريس وان هي مخطوبه. تمام، المهم ان هي مخطوبه لواحد يا جماعه شكاك. تمام، وسالها كذا مره قبل كده هل كان ليكي علاقه بحد قبل مني او لا، والبنت كانت بترد وتقول لا. بتقولي يا اسماء انا كل مشكلتي ان انا وانا في ثانويه عامه واحد زميلي في المدرسه، هي كانت مدرسه مختلطه، المدرسه اللي بتبقى مختلطه دي بتبقى كارثه في السن الوحش ده. فبتقولي يعني هو مش كله عشان ما حدش يقول ان اسماء بتقول وبتعيد، لا مش بعمم يعني لو حد مش واخد باله من عياله الدنيا بتبقى وحشه. يعني احنا في مدرسه مختلطه ورانا، عايزه اقول لكم رهيبه، لما ببقى رايحه ومعديه وكده بلاقي البنات والشباب قاعدين في الشارع عادي ومش مكسوفين من حد. والله العظيم مش مكسوفين من حد. يعني لدرجه في بنوته كانوا بيتكلموا عليها ان المدرس بتاعها شافها واقفه مع ولد وعماله تهزر وتضحك ويضربها وتضربه، فبيقول لها يا بنتي عيب، يا حبيبتي عيب، ما يصحش كده. لان هو معدي وبيضربوا بعض وبيهزروا والولد بيشدها وبيمسكها يعني، والمستر معدي وقدامه، فبقول لها ما هو العيب مش عليه، هو راجل، العيب عليكي انت يا بنتي، عيب يا حبيبتي عيب، انت مالك ومالي، انت مالكش دعوه بيا، انت حتى جوه المدرسه ما تتحكمش فيا، انا بره مالكش دعوه بيا. فالبنات بقت بجحه، الصبيان بقت ابجح، فربنا يعيننا يا رب ويسترها علينا في الزمن الغريب دوت. المهم البنوته بتقولي يا اسماء انا والله العظيم ما كان ليا علاقه باي حد ابدا، ولا عمري مشيت ولا صاحبت ولا كلمت شباب ولا الكلام ده كله. هو فاكر ان انا ايه مثلا هكون بكلم شباب او الليله دي كلها. قلت لها امال ايه؟ قالت لي والله 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 هو بس في ثانوي زميلي بقى يبعت لي جوابات كده في الكراريس وفي الكتب ومش عارف ايه، فتعلقت بيه، فاتكلمنا مره مرتين ثلاثه، وبعد كده السنه خلصت ماما عرفت زعقت لي بهدلتني ومش عارف ايه، وخافت حتى تقول لبابا، وخلاص تعهدنا انا وهي، وقعدت تفهمني ان ده غلط وان ده عيب وان ده حرام وان ده مش من حق اي حد غير زوجك والكلام اللي انتوا فاهمينه ده كله. قلت لها طب ما شاء الله ربنا يبارك لك فيها. قالت لي اه والله. المهم هي غصب عنها والكلام ده كله، دلوقتي بقى خطيبها بتقول لي جه حدد كاتب الكتاب مع بابايا من غير ما يقول لي. قلت لها اه. بتقول لي بابا جه قال لي ان احنا خلاص هنكتب الكتاب والدنيا تمام، وانا قلت تمام ووافقت وفرحت، وزي اي عروسه جريت بقى عملت فستاني وجريت رديت على التليفون وجيت لكم. استنى ما ادور على الايه، على المشكله وانا ماسكاها بقى عشان انا بقرا وراها. تمام انا بقرا وراها يعني مش حافظه والله. ايه المهم يا بنات، تقول لك رحنا وجهزنا الفساتين والحاجه وعزمنا الناس والليله وفرح بقى وعروسه وعريس والدنيا فرحانه والدنيا مبسوطه. واول ما كتبنا الكتاب فضلنا بقى الناس كلها فرحانه وعماله تزغرط وهيصين ومش عارف ايه. وطبعا انت عارفه العروسه والعريس ما بيبقوش ايه يعني فاضيين غير ان اصحابهم بيشدوهم من هنا يرقصوا وبيشدوهم من هنا يرقصوا، والموضوع كان في الشقه بتاعتهم والكلام ده كله. ففجاه بيقول لها جه راح مكلمها وراح قايل لها ايه، قال لها اديني كتبت كتابك، عايزه اسالك عليا الطلاق بالثلاثه، لو ما رديتي عليا تبقي حرمانه عليا. انتوا متخيلين الغباء وصل لحد فين؟ هل كان ليكي علاقه ولا حبيتي حد قبل كده؟ بتقول انا لقيت نفسي ببص له وبعيط وعينيا بتدمع. قلت له بقى هي دي كلمه مبروك؟ هي دي كلمه مبروك بدل ما تاخد مراتك اللي انت بتقول مراتك وحبيبها وعمال تسالها حبت مين وما حبتش مين في حضنك وتطبطب عليها وتقول لها مبروك، وهي دي كلمه مبروك؟ بتقولي وقعدت اعيط. البنات بقى اصحابي وقرايبنا وجيراننا شافوني بعيط، قال لك دي فرحانه ومبسوطه وهو وهي واقفين بيتكلموا، فخدوني بقى خلاص بقى لبوظ المكياج ومش خلاص بقى لبوظ المكياج والكلام اللي انتوا فاهمينه ده كله. وقعدوا بقى يرقصوني وينططوني. بتقولي وانا قلبي مكسور وموجوعه ومش عارفه اعمل ايه. انت مستني تكتب الكتاب علشان تحلف عليا بالطلاق يا اسماء؟ انت هو شايفه الاحساس عامل ازاي؟ تقولي عماله بقى اجاهد جوه نفسي، طب اقول لبابا، طب اعمل ايه، طب ابوظ الفرح، طب مش عارفه اعمل ايه، دماغي واقفه مش عارفه اعمل ايه. تقولي يا ريتك كنت معايا في اللحظه دي، كنت كلمتك وقلت لك اعمل ايه. طب هقول لك تعملي ايه؟ والله يا جماعه انا بقيت مستغربه كميه الشباب اللي بتبقى مريضه ومعاقه ذهنيا دي. يعني انت مستني فعلا على قولتها كاتب الكتاب علشان تحلف عليها يمين ثلاثه وتحلف عليها طلاق؟ وبعدين هي اساسا ما بقتش لسه حلالك اصلا في بيتك، انت يا دوبك كتبت الكتاب، يعني لسه ما دخلتش عليها عشان تحلف عليها يمين اصلا.
فاهمين؟ فهي دي المشكله. بتقولي والهيصه بقى والزيطه ومش عارف ايه، وقعدنا الناس مشيت وقعدنا اتعشينا كعريس وعروسه، ومامي حوالينا واخواتي ومامته وباباه واخواته وقرايبنا وقرايبه وكده هون وعماتي وعماتي، وكله ابتدى يمشي. راحت مامته قالت لي يلا يلا يلا، فبيقول لها طب ماشي هقعد شويه واجي وراك. قالت له لا هتمشي معانا، سيبهم البت تعبت وابوها واهلها تعبوا. تقول له مامته يعني كلها ذوق يا اسماء، كلها ذوق. قالت له يا اخويا قدامكم كتير، قدامكم كتير. راح كلم بابا بعد ما مشوا وقال له ان شاء الله يا عمي الاسبوع اللي جاي يوم الجمعه، يعني بعد كتب كتابه بعد الهيصه والدنيا دي. يعني هي اقول لكم يعني مش عايزه اقول مواعيد، تمام، ان هو في الاجازه بتاعت شغله علشان ما حدش يعرفها، فاهمين؟ يعني انا مش هقول مواعيد عشان ما حدش يعرفها. الاجازه بتاعت شغله هياخدها ويخرجها. قالت لي بابا ما كانش بيخلينا نخرج مع بعض، فالمفهوم اللي بعد ما كتب الكتاب هيخرج معاها علشان يبتدوا بقى يشوفوا الحاجه، لان قدامهم شهرين ويتجوزوا. تمام؟ عارفين العرايس اللي بتكتب كتابها قبل شهرين من الفرح وبيفرحوا وبيهيصوا كده؟ فهي بتقول لي فاضل لنا شهرين على الفرح. قلت لها تمام. استنوا بقرأ المهم بتقول لي انا دلوقتي بعيط وبموت وتعبانه ومش عارف ايه، وانا عارفه ومتاكده دلوقتي بيرن عليا بقى وبيكلمني، ما بردش عليه وما بتكلمش معاه كتير، وما بتكلم بقول له، بيقول لها ايه، راح قال لها جمله، قال لها كل ما تتكلم تقول له ماما جنبي، اختي جنبي، بابا جنبي، مش عارف ايه. يقول لها بصي فكري كويس في اللي انا قلته لك، علشان لو كدبتي هتبقي حرمانه عليا طول العمر، هتعيشي معايا في الحرام. انا حلفت عليكي طلاق 3، انا حلفت عليكي طلاق 3. العيال فاكره الطلاقات دي سهله وعبيطه كده، لا اله الا الله. انتوا عارفين اللي هو فعلا انا عايزه افهم دماغه فيها ايه. يعني انت مستني تكتب الكتاب علشان تحلف عليها طلاق 3؟ يعني انا مش فاهمه برضو النقطه. عارفين بجد والله يعني مشكله عويصه، الله يكون في عونها. فبتقول لي اسماء المفروض ان احنا هنخرج الاسبوع اللي جاي مع بعض، وانا بكلمه قليل واوقات مش برد عليه، وفي التليفون قال لي فاكره اليمين اللي حلفته عليك هتعيشوا معايا في الحرام، احنا فاضل لنا شهرين ونتجوز. برضو عيطت. قلت له انت انسان غريب. راح قال لي براحتك جهزي نفسك عشان هنخرج سوا، وانا يا اسماء خايفه جدا لما نخرج انه هيكلمني، واكيد هيكلمني، اتصرف ازاي واعمل ايه، واقول ولا ما اقولش ولا اعمل ايه، والحلول ايه، وحلي لي بالله عليكي انت ومتابعينك الكارثه دي. تمام؟ عايزه اقول لكم حته ان حلوا لي الكارثه دي، يعني الكلمه دي وجعتني في اخر الموضوع، فاهمين؟ فبجد بجد انسان مريض. البني ادم اللي يروح يخطب بنت ويبقى شكاك بالشكل ده يستحسن ان هي ما تتجوزوش. انا مش عايزه اقول لها ان ما ينفعش ما تتجوزهوش، هي بتحبه خلاص، فاضل على جوازهم شهرين، هوقف حالها، مش عارفه اقول لها ايه. بس انت شفتيه شكاك كده من البدايه؟ قلت لها انت شفتيه شكاك من البدايه من ايام الخطوبه، ليه كملتي؟ قالت لي هو حد كاتب الكتاب مع بابايا من غير ما يقول لي، واما بقول لبابا طب قولوا لي، قال لي ما هو قال لي. هقول لك ليه؟ يعني ايه هتقولي ليه مش هجهز نفسي يا بابا؟ انت بتجهزي نفسك في الدخله، بتجهزي معاه ميعاد الدخله. فعارفه اللي هو يا اسماء انا حسيت ان انا في النقطه دي ماليش راي ماليش كلام. وهو لما حلف عليا قلت ايوه، يعني انت بتصربع كاتب الكتاب ومستني تكتب الكتاب عشان تحلف عليا؟ طب انا اقول له ايه؟ اولا مبدئيا حبيبتي، الحب اللي كان في المدرسه والكلام الفاضي ده كله كلام مراهقه وكلام عبط. ما انت ممكن تحبي المدرس بتاعك، انت مش سليمه، انت مش كويسه، اللي انت كنت فيه ده ما كانش حب. وعلى فكره عايزه اقول لكم كمان اللي انت فيه وقت الخطوبه ده مش حب، الحب يجي بعد الجواز، يجي بعد الجواز. بس انت دلوقتي انت محتاجه وقفه، انت محتاجه وقفه، لان هو طالما لسه كاتب الكتاب ما كملش 5 دقايق زي ما بتقولي وحلف عليكي طلاق 3، هو كده كده اوريدي اصلا يا جماعه. لو انت حلاله ما بيتحسبلوش غير طلاق واحد، يعني على الطلاق بالثلاثه منك مش عارف ايه هو طلاق واحد. تمام؟ يعني انا مش هفتي برضو لان دي بتاعت دين، بس ده اللي انا اعرفه. تمام؟ يعني انا زوجه وعارفه ان الموضوع ده ان هي طلقه، حتى لو الراجل جه لمراته وهو متعصب ومتنرفز ومتضايق، يا شيخه روحي انت طالق زهقتيني طالق، مش معناه ان هو طلقها 3 طلقات. تمام؟ ال3 طلقات باينات ان هو طالق، ويعملوا مثلا فتره وبعد كده طالق، بعد كده خلاص، فاهمه؟ اللي هي حتى في العصبيه، في اوقات عصبيه الشيوخ بيقول لك ان الطلقه بتكون واقعه، وفي احوال كتيره قوي برضو الطلقه بتكون واقعه. فانت بصي اللي انت فيه ده كلام هبل اصلا، وهو عبيط ومتخلف، ربنا يهديه وربنا يقويكي عليه لو اتجوزتيه بجد ودخلتي. طلاقه اصلا اللي انا شايفاه ان ما يجوزلوش يحلف عليكي بالطلاق غير لما يدخل عليكي. تمام؟ غير لما يدخل عليكي على ما اعتقد. وحته ان هو يطلقك طلقه بائنه وانت بيضه، دي حاجه مختلفه تماما، لازم يروح للمأذون ويطلقك عند المأذون، لان انت دلوقتي لسه انت كاتب عليكي وحلاله بس مش حلاله، مش يعني شرعا الجواز هو الشهره، ان انت قدام الناس دخلتي، فلما يخش عليكي يبقى يطلقك وقتها، لكن انت ما دخلتش عليها تطلقها ازاي يا ابن العبيطه؟ فاهمين؟ لكن يطلقك بيضه او يقول لك دي اتطلقت بيضه ما دخلش عليها.
هي بتتحسب للبنت كاتب كتاب، بس هي ما بتتحسب لهاش جوازه، فاهمين؟ الا لو دخل عليها. يعني انت ايه، لا انا كتب كتابي واتطلقت قبل ما ادخل بس خلاص، فاهمين؟ لكن طب ايه اسماء اقول له طلقني ومش عارف ايه، لا انت اللي انت كنت فيه دون ما اسموش حب، ما اسموش حب. سن مراهقه، لعب عيال، كلام فاضي. انت لما تقعدي معاه، انا من وجهه نظري اقعدي معاه، كلمي معاه، بس اعملي لنفسك وقفه، قولوا له انا همشي لك المره دي، لكن بعد كده انا مش عارفه والله هتعمليها ازاي. المشكله ان البنت اللي فيه بجد الستات بتبقى عبده للراجل، ليه ما اعرفش. يعني انا نفسي اعرف انت ليه بتخلي نفسك عبده للراجل؟ انت زيك زيه، انت زيك زيه. يعني الست زيها زي الراجل يا جماعه، والله العظيم هي مركب شايلها اتنين، هو بس ربنا اداله القوامه، والقوامه فيما انفق، مش يبقى مجوعك ومعفن وفي الاخر خالص يتنطط على اللي جابوكي. لا اله الا الله، انتوا بتعملوا في نفسكم كده ليه؟ اقسم بعزه جلاله الله لو الموضوع ده حصل لي، لو كنت قلبت الدنيا عليه وعلى اللي جابوه، كنت لويت بوزي لويه قد كده وما كنت كلمته تاني ابدا. واقول لبابا، اقول له بابا جايب في يوم الفرح وحلف عليا طلاق 3، يقول لي انت كنت تعرفي حد قبلي ولا لا؟ انت ازاي ساكته؟ انت ليكي كبار، انت صغيره مش فاهمه، كنت تقولي لمامتك وتقولي لباباكي، وتمسكي تقولي لمامته، تقول لها ابنك يا طنط لسه كاتبين الكتاب، بدل ما يقول لي مبروك يقول لي عليا الطلاق ال3، تقولي لي تعرفي حد قبلي ولا ما تعرفيش حد قبلي؟ وبعدين هو ايه حد قبلي ولا حد بعدي دي؟ ما البنات ياما بتتعلق بشباب، ياما بتتعلق بمدرسين، بس انا عمري ما عملت كده، فاهمين؟ هو ليه الحق الراجل ان هو يحب ويمشي ويصاحب، وواضح ان جوزك دون او خطيبك دون كان مقطع السمكه وديلها، فبقى عنده نقص ثقه في كل الاناث من كتر ما هو مشي مع دي ومشي مع دي ومشي مع دي واتكلم مع دي ولف كده، لف 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 لف، فاهمين؟ عايزه اقول لكم لما تقفي قصاد جوزك مره، تمام؟ يعني انا في واحده بنوته قالت لي اسماء جوزي كل لما يكلمني اول ما اتجوزه تقول لي، قلت لها كانت عروسه برضو ما كملتش، بتقول لي ما كملناش اسبوعين وبيحلف عليا طلاق، عليا الطلاق ما انت رايحه. بتقول لي عديتها اول مره، تاني مره قعدت اعيط، قلت انت كل ما تشوفني تحلف عليا طلاق كده مش هينفع، العيشه مش هتنفع. قلت لها اقفي له قولوا له ايه، لو حق اول طلاق يحلفوا عليك اقفي كده قولوا له انا همشيها لك المره دي، لكن قسما بالله تعالى ويمين يحاسبني عليها ربنا يوم القيامه وعزه ربنا، قولوا له كده اليمين اللي جاي اللي هنزله لك وهوقعه لك وهتطلق، بس هتوقع يمينك المره الجايه وقعه. عايزه اقول لكم البنت دي جت قالت لي يا اسماء ما خدش على كلامي ورمى عليا يمين، اعمل ايه؟ قلت لها خدي بعضك وامشي. اقول له انا وقعت، انت وقعت لي يمين، انا ماشي. عندك عيال؟ قالت لي عندي بنوته. قلت لها اقعدي، قولوا له انت مش طلقتني اليمين وقع، اقعدي والبسي هدومك وقولوا له ما تخشش اوضه النوم، وطلعي له هدومه في اوضه الاطفال، او انت روحي في اوضه الاطفال وهو في اوضه النوم، قولوا له انت حرمت عليا انا وقعت لك اليمين. خليه بقى يلف ويرده. انا رديت قول له ما يخصنيش، يجي لي شيخ يفهمني انت عملت ايه وانا عملت ايه، لان انا مش هعيش معاك طول النهار متهدده عليا الطلاق عليا الطلاق عليا الطلاق. هو البنا في بقك؟ وفعلا طلع عينه، راح للمفتي وقال ابوه وسال امه وسال مش عارف، قالت له انا ماليش دعوه بسؤال ابوك وسؤال امك ولا ابويا ولا امك ولا ابويا ولا ابوك ولا امي ولا امك، فاهمين؟ تروح تسال لي شيخ وتجيب لي الشيخ يفهمني، يا تاخدني انا وتوديني للشيخ. بتقول لي خدنا يا اسماء بعضينا ورحنا للمفتي، راح الديار المصريه للافتاء، يعني قلت لها انا مش هفتي ساعتها، انت تاخديه للمفتي يتعذب ويتمرمط ويلاقيكي بعيده عنه ومش قادر يقرب لك والكلام ده كله، لان هي بتقول ان هو كان بيحبها بس هي مش عارفه هو بيعمل كده ليه. عارفين الولد اللي يروح لامه ويرجع سخنان على مراته؟ كانت نفس الاسلوب، يعني مع ذكر الاسماء، فمع عدم ذكر اسماء. ف بجد بتقول لي اتمرمط وراح، وما كنا رايحين بقى يجي ينزلني من العربيه مش عايزه امسك ايده، يجي يقول لي طب خشي يا بابا هاتي ايدك تبع اديكي، لا ما امسكش ايدك انت حرمان عليا، انا وقعت لك يمينك عشان تبقى تحلف تاني، عشان تبقى تحلف تاني، مش انت دلوقتي بقيت راجل وبتحلف يمين وبتقول عليا الطلاق وانا وقعته لك، شوف بقى تعمل ايه، انت حرام عليا دلوقتي. من هنا لهنا لهنا يا بنتي ايه اللي انت بتقوليه ده؟ قلت له بقول لك ايه، بلا بنتي بلا بتاع، انت دلوقتي ما تخصنيش ولا تتكلمنيش ولا لكش كلام عليا، عارفين اللي هو شدت بقى حيلها بالقوي. قلت لها عايزاكي تخليه يحس ان خلاص ان انت ضعتي منه، قولوا له انا لسه قاعده لحد دلوقتي بادبي وباخلاقي في البيت عشان اربي البنوته، عشان دي بنت عارضك وعارضي، ما ينفعش ارميها في الشارع واروح اقول انا اتطلقت واتجوز واحد تاني ويربيها راجل غريب، ولا ابوها يتجوز واحده تانية وتربيها واحده غريبه. انت ترضى كده على عرضك؟ انا ما رضاش يا عم على عرضي، انا قاعده اربي بنتي. عارفين اللي هو خليتها وربته بجد. الرجاله عامله زي الاطفال يا جماعه، والله العظيم عامله زي الطفل، انت بتربيه من اول وجديد على نظامك انت، على طريقتك انت، على حياتك انت. كم راجل بنتجوز، يعني الستات كم ست بتتجوز رجاله، يعني انت بتتجوزي ودي بتتجوز ودي بتتجوز، كل واحده فينا بتلاقي ان شريك حياتها في الاول مختلف عن شريك حياتها اللي هي عايشه معاه دلوقتي. فتره الخطوبه بتبقى فتره مليانه اقنعه، بعد الجواز الاقنعه دي كلها بتقع. فانت بقى تمسكي القناع ده تدكيه تكسريه ما تخلوش يرجع يلبسه تاني، ولا تعيشي مع القناع عادي؟ لا
لازم تربي جوازكم يا جماعه، او تعودوهم على تعودكم. مش بيقول لك ابنك على ما تربيه، جوزك على ما تعوديه. ولازم حد فيكم يتطبع بطبع التاني. هو حرامي، يا تطبعي بطبعه هتبقي حراميه، يا تبقي انسانه كويس، يا تخليه انسان كويس زيك. مفيش حل تاني. هو شكاك، يا تبقي شكاكه زيه، يا تعيشي على الشك. المهم خلينا في البت الغلبانه دي اللي انا مش عارفه اعمل معاها ايه بجد بجد، من المشاكل اللي انا خايفه اديها حاجه. بس هو انا شايفه من وجهة نظري ان اللي هو حب الكلام الفاضي بتاع الاعدادي والثانوي والليله دي كلها، ده حب مراهقه او كلام فاضي، لعب عيال، لعب عيال بجد، ما اسموش حب. وطالما انت كويسه وما ما عليكيش حاجه الولد ده، ولا تقولي ولا عمره اسمه مسك ايدي ولا بسني ولا الكلام الفاضي بتاع البنات دون. بس من بعيد لبعيد قلت لها قالت لي بس والله. قلت لها ما هو ده ما يعتبرش حب ولا كلام فاضي، ده مراهقه ولعب عيال. ده لعب عيال اصلا يا جماعه، ما ينفعش يحسبوا عليكي حاجه. فاهمين يعني؟ انت بعد ما كبرتي خلاص الدنيا تمام ومفيش حاجه. سبحان الله، الراجل يدور على بنته مؤدبه عشان يتجوزها ويرجع يحاسبها على اتفه الاسباب. انت لو قلت له هتبقى كارثه، هيمسكها لك طول العمر. ممكن يرمي عليك اليمين ويقول لك روحي انت طالق، ويروح للناس يقول لها اصل كانت ماشيه في اعدادي مع عيل. ايه الكلام الفاضي ده؟ فانت انا من وجهه نظري تقولوا له لا ما حصلش، واديني مشيت لك يمينك، لكن قسما بالله دي اول واخر مره تحلف عليا يمين فيها، اول مره تفتح فيها الموضوع ده. خلصنا وتاخدي بعضك وتسيبيه وتمشي. قولوا له انا لحد دلوقتي باقيه، مش عايزه اخرب البيت، مش عايزه اخرب الدنيا اللي لسه ما اتعملتش، مش عايزه اخرب البيت اللي لسه ما اتعملش. لكن انا مش جاريه عندك كل شويه تحلف عليها بالطلاق. انت كسرت فرحتي وانا عمري ما هنسلك الموضوع دون. ومن الاخر عايز تطلق طلق، مش عايز ما تطلقش. انا ما يهمنيش، خلاص انت وقعت من نظري، وسيبيه وامشي. وروحي يا بنت الحلال قولي لباباكي ومامتك على كل حاجه. قول لهم انا كنت ساكته، مش عايزه اقول لكم، شكاك. حتى في كتب الكتاب يا امي، بدل لما كنت بعيط ابو سيف عمال يرن عليا، انا نسيت كنت بقول ايه. والله المهم يا حبيبتي، انا من وجهه نظري ان انت تقولي لبابا وماما على كل حاجه، وتقولي لهم اعمل ايه، وتتكلمي معاهم وتقول لهم هو دلوقتي عمال يقول لي كذا وكذا وكذا. قولي لامك، مش امك عارفه المشكله، قولي لمامتك. ومامتك حتى تقول لباباك، تقول له بيحلف على البت طلاق 3 كذا وكذا وكذا. البت تقول له لا، يقول لها يبقى انت حرمانه عليا لو كنت بتكذبي. والبت مش فاهمه تعمل ايه. ما هو انت لازم تفهمي ابوكي وتفهمي مامتك عشان يبقوا معاكي على الخط، عشان يوم ما يعمل حاجه مش كويسه زي كده تبقي عارفه هتعملي ايه وهيحصل ايه. لكن بالاسلوب ده ما ينفعش. ما تقوليش لباباكي ومامتك يا جماعه. اي بنت مخطوبه، اي بنت كاتبه كتابها، اي حاجه هتحصل تجاوزات من خطيبها او اللي كاتب كتابها، لازم تقول لباباها ومامتها علشان يبقوا معاها، علشان ما يجيش يقولها ما قلتيش ليه في الاول، كنا لحقنا الموضوع. وبلاش تجاوزات، الله يخليكم. اديكم شايفين البلاوي اللي بنبقى فيها والمشاكل اللي بتبقى فيها البنت. والله العظيم يرجع يقول لك انت حبيبتي وانا عمري ما هسيبك، وانت قلبي، ده انا اموت، ده انا ويبقى كاتب كتابك وعامل نفسه حبيبك، وياخدوا اللي هو عايزه ويجري ويطلق عادي يعني. بقينا في زمن اشباه رجال بجد والله العظيم. فالفيديو بتاعي النهارده دون اهو، وان شاء الله بفيديو جديد وحلقه جديده. وما تنسوناش من دعواتكم، وانصحوها بامانه كانها بنتكم.